اهلا بيكم في قناتنا. النهارده رجعنا لكم فكره مسلسلات جديده وقائمه ممتعه وشيقه كلها اثاره ومغامرات. قائمتنا هيكون فيها النهارده افضل 10 مسلسلات تركيه حزينه. كل فتره بحاول اجيب لكم مسلسلات وافلام جديده شيقه تتابعوها وارتبها لكم من الجيد جدا الى الممتاز، فكل مسلسل في هذه القائمه جدا ممتع. المسلسل الاول في قائمتنا مسلسل سماها ما شئت. Kardeşinizin 6 ay ömrü kaldı Ömer Bey. Onu mutlu edin. Tek isteğim Zehra ile bir an önce evlenmeniz. تدور أحداث المسلسل حول شخصية غنية جدا تدعى عمر، يعاني من مرض أخته، خصوصا بعد أن أخبره الدكتور بأن أخته لن تعيش أكثر من 3 شهور فقط، وأخته تحبه كثيرا وتريد أن تراه سعيدا ومتزوجا. أما شخصية زهراء فهي جميلة جدا من عائلة فقيرة تبحث عن عمل، والدها مريض يحتاج إلى المال للعلاج، والتقوا صدفة في أكثر من موقف. وعندما أتت زهراء لإحدى شركاته لطلب عمل، ظن عمر أنها على علاقة بزوج أخته، لذلك يحاول حل الموضوع ويوضح أن زهراء هي حبيبته، وهكذا تجري أحداث المسلسل. Zalimsin işte. Hem zalim hem zorba. Ömer senin gibi basit, sıradan bir kızı sevemez. Onu bu nikaha hangi oyunla ikna ettiysen bulacağım. Siz ne düşünürseniz düşünün. Bizim aramızdaki aşk evli. Böyle başlamadı ama kısa sürede senin olmasını istediğin şeye dönüştü. مسلسل رقم 2 في قائمتنا مسلسل عزيزة. تدور القصة حول ملاك تمزقت حياتها على يد عائلة قوية من المافيا اسمها عزيزة، امرأة قوية تمكنت من الوقوف على قدمها من أجل حماية شقيقها الوحيد في حياتها، ومن أجل ذلك تركت كل ماضيها وأقامت حياة جديدة لنفسها، لتجد عزيزة نفسها تواجه مرة أخرى عائلة المافيا التي تسعى حول أخيها. ومنذ ذلك اليوم تقسم عزيزة بمحاسبة الجميع والانتقام من عائلة المافيا. Sonra da ablanı karşıma alıp anlatacağım. Ona ne kadar aşık oldum. Alpanlar beni önce babasız, sonra annesiz, sonra da kardeşsiz bıraktı. المسلسل الثالث مسلسل لتر دموع. Nesi var Cihan'ın? Beyincik içindeki sinir hücreleri dejenere oluyor. Ve bunun sonucunda da beyincik küçülüyor. Beyincik dejenerasyonu bizim kızımız. Bizim kızımız. تدور قصة المسلسل حول شابة في سن 15 عام من عمرها تعاني من ضمور في الأعضاء، تحارب لكي تبقى صامدة في مواجهة الحياة وصعوبتها. الفتاة طالبة متفوقة ومتميزة ومشتركة في فريق السلة بمدرستها، وتساعد عائلتها على عملهم في التجارة، لكن إصابتها المفاجئة بالمرة غيرت مسار حياتها. والدتها هي من عرفت بحقيقة مرضها منذ البداية لتكتشف حقيقة مرضها الذي لا يوجد له علاج، الأمر الذي شكل لها صدمة كبيرة. تنوع أحداث المسلسل بين مشاهد الرقة والإحساس والمشاعر المرهفة والحب والضحك والبكاء والحزن والمواقف الصعبة. Sonra konuşması da etkilenecek. Tedavi edilecek değil mi? Yani ilacı vardır elbet. Alır kullanır. Ha? Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Hastaneye gidecekmiş, öyle söyledi. Hatta doktora bir şey soracakmış sanırım. Ah Cihan. Yapma kızım, ne olur yapma. Ve kızımız maalesef. Ama benim kızım daha 18 yaşına bile basmadı. 1 litre gözyaşı yakında Kanal D'de. قبل ما نكمل باقي المسلسلات فيا ريت لو وصلت هنا ما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو، وده لأول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تشترك في القناة وتدوس على زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا. المسلسل رقم 4 هيكون من نصيب مسلسل أغنية الحياة. Hoş geldin bayrama. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ey gidi Salih. Kocamış gitmiş ya. Onlar kim?
تدور أحداث المسلسل عن حياة هوليا، الفتاة ذات الشخصية القوية والتي سئمت من الوضع المادي المزري الذي تعيشه، فدائما تحاول أن تحصل على ما تريد بأي طريقة كانت. وعلى الجانب الآخر هناك أختها التي تتقبل هذا الوضع وتحاول مساعدة هوليا للعيش بصورة أفضل. وفي أحداث المسلسل تحدث الكثير من المشاكل بين الشقيقتين. Büyüyünce bu peri kızıyla evleneceksin ya. Evlenmek mi? Bu kızla mı? Ya uzatma işte. Öp kayınbabanın elini. Öp. Baker. Onu ilk ben gördüm. Onunla ben evleneceğim. İlk onu ben gördüm. Olmaz. Onunla ben evleneceğim. Size diyorum. Ben evleneceğim onunla dedim. Kerim. Meseleyi büyütmezsem sevinirmiş. Merak etme, büyütmeyeceğim. Ama sen, yemin ediyorum bana bu yaptığın ömrün boyunca ödeyeceksin Kerim Cevher. Yemin ederim. أما المسلسل رقم 5 والأخير في قائمتنا هو مسلسل طيور بلا أجنحة. تدور أحداث المسلسل حول الأم التي تعاني الكثير من أجل إعانة بناتها الأربعة واللذان يتقاتلون طوال الوقت، وهناك من يحب الخير يقدم لهم المساعدة، ومنهم من يستغل تلك الظروف لمثل هذه المعاناة ويمثل حقيقة الشر والخير معا. كده خلصت قائمتنا النهارده. اكتب لنا كومنت بالمسلسل اللي شايف انه رقم 1 في قائمتنا، وايه المسلسلات اللي اتظلمت وشايف انها كانت تستحق انها تكون في قائمتنا النهارده. كان معكم احمد، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.